السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندكم شوية مكرونة، كيس مكرونة وحتة سمنة، تعالوا ونقولك هنعمل ايه. هنعمل احلى تحلية تطر على قلبنا في الحر الجامد ده. هنعمل العزيزية الدمياطي. نطرة ملح في قلب الحلة غليت معانا. هنزل بقى بكيس المكرونة اهي. دلوقتي المكرونة خلاص اتسلقت جامد، يعني سلقناها قوي. احطها بقى في الخلاط وهضربها. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير واشتركوا في القناة. واللبن هحط بقى عليها اللبن، ده كيلو لبن. وكيس المكرونة اقل من نص كيلو تقريبا يعني. هضربهم معايا المكرونة واللبن، ضربتهم اهو. هرجعهم في الحلة تاني واقلبهم على النار لحد ما يندمجوا مع بعض. وكوباية سكر، هقلبهم كويس لحد ما تسكر معانا. هحط انزل بقى بالمعلقتين السمنة البلدي معانا اهو. هقلبهم كويس. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. قلبت اهو. جبت معلقة نشا صغيرة، حطيتها في شوية لبن دوبتها، وهنزل بيها عشان تظبط قوام العزيزية بتاعتنا. هقلب لحد القوام ما يبقى متماسك. كنت مجهزة طاجنين معايا، هدخلهم معايا الفرن. هحط في الطواجن دي اللي عايزها القوام بتاعها تخين عادي، اللي عايز القوام بتاعها خفيف شوية يبقى يكبر الحجم الطاجن او الصينية شوية اهو. حطيت معانا طاجنين كبار وطاجنين صغيرين. ولعت الشواية، خدوا وش اهو، بقوا في منتهى الجمال ما شاء الله، واخدين لون احمر جميل. نحطها بقى في التلاجة لحد ما تسقع معانا. بعد ما تبرد طبعا نحطها في التلاجة تسقع معانا وناكلها ساقعة. احلى عزيزية دمياطي بألف هنا وشفا، جميلة جدا جدا جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في قناتي. لقمة خفيفة، احلى عزيزية دمياطي هتشوفوها معايا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.